سلام بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معكم اولا غدا نقدم لكم الصفه المدفونه بالدجاج معسل اللي كتجي غزاله بالطريقه المغربيه الدكاليه على حقها وطريقها. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا هنا كيف ما كتشوفوا تحميره، الخرقوم، سكينجبير، القرفه، البزار والملحه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الدجاج من بعد ما غسلته بالحامض وكل شيء. البصله اللي قطعتها شرائح رقاق. كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادا ناخذ الكوكوط ديالي، غادا ندير فيها الدجاج وغندير فيها هذيك العطريه وندير عليها الزيت. ضروري زيت الزيتون والزيت العاديه. مشى ليا لا فيديو ما عرفتش كيفاش تمسح ليا. وهنايا كيف ما قلت لكم يعني غندير هذا الكوكوط تيطيب الدجاج وغادا نحيد الدجاج. دابا كيف ما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما طاب الدجاج وهذا البلول الرواه ديالو اللي بقى، يعني انا كثرت شويه الماء على حساب باش نديرو على حساب البصله باش نعسل فيه البصله. هنا كيف ما كتشوفوا حيدت الدجاج، عاد درت البصله ديالي غادي نرميها في نفس الكوكوط اللي طاب فيها الدجاج. وغادا نحاول انني ندير فيها القرفه. كيف ما قلت لكم قبيله البنات الدجاج ما درتش فيه غير القرفه، هذيك العطريه كلها درتها الا القرفه اللي ما درتهاش درت منها غير واحد شويه. يعني ما بغيتش نكثر القرفه في الدجاج حيت غادا نديرها في البصله. هادشي اللي كاين. ودابا هنا غندير لها شويه القرفه والسنيده باش نعسل البصله ديالي. كيف كتعرفوا ضروري خاصها تكون معسله. ودابا هنا غادا نخليها نسد عليها واحد شويه، ولا بغيتو تحركوها غير بلا ما تسدوا عليها. يعني الا كنتو زربانين من الاحسن تسدوا عليها واحد شويه غير تهبط البصله. وغادا نحلو عليها. كيف ما كتشوفوا عندي دابا هنا انا غنحاول انني نخلط البصله باش تشرب ليا في هذيك العطريه وكل شيء. عاد غادا نسد عليها في الكوكوت ونخليها حتى تنزل مزيان. عاد ديك الساعه غادا نرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم اشنو غادا نديرو من بعد. كيف كتشوفوا هاد الدجاج ديالي من بعد ما طاب يعني حيدته عاد باش درت البصله في بلاصتو. غادا نخليه على جنب باش نرجع لكم. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادا ناخذوا السفه ديالنا، غادا نديروا فيها شويه ديال الزيت وغادا نحاول ان نخليها يعني نحركها نخلطها عفوا. اسمحوا لي مع الاذان، قطعت الاوديو، قطعت لا فيديو حتى سالي الاذان. بالنسبه هنايا كيف ما قلت لكم يعني غادا نحاول انها نحركها نخلطها مزيان باش كلها تكون مزيته. عاد ديك الساعه غادا ندخلها يعني تشوف يبان لكم اللون ديالها ذهبي، ما تبقاش ناشفه ويكون اللون ديالها ذهبي. عاد ديك الساعه غادا نديرها في الكسكاس ديالي وغادا نديرها فوق البوطه حتى تبخر مزيان. عاد ديك الساعه نرجع لكم ان شاء الله. يعني دير غير الفوره الاولى بالنسبه لهذا، يعني كل واحد و كيفاش الطريقه اللي كيخدم بها. انا كندير هاد الطريقه هذه كتجي زوينه. كيف كتشوفوا دابا انايا من بعد كيف كتبان لكم يعني ذهبيه اللون، يعني خدات اللون. دابا غادا نديرها فوق في الكسكاس ونخليها حتى تفور مزيان. وعاد ديك الساعه نحيدها ونرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا الطريقه الثانيه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي من بعد ما حيدتها من الكسكاس فارت ليا الفوره الاولى. هنا كيف ما كتشوفوا ما كنديرش انايا 7 الفورات كاملين، انا كندير غير الفوره الاولى. والفوره الثانيه شنو كندير كندير المقراج كنديرو في البوطه حتى كيغلى مزيان حتى كيطيب ليا الماء. عاد كنشد الشعريه ديالي السفه ديالي كنديرها في القصريه وكندير عليها نكب عليها هذاك الماء طيب مزيان حتى وكان تقاد ترطاب ليا مزيان. كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا كنبقى نكب عليها في الماء حتى كيهبط الماء مزيان. يعني كنغطيها بالماء وغنخليها حتى ترطب مزيان. عاد ديك الساعه نرجع لكم ان شاء الله.
كيف كتشوفوا معايا ها نتوما كتشوفوا كيف ولات. دابا غادا نحاول نخويها نرجعها للكسكاس. انتو كي كتبان لكم يعني دغيا كطيب. دابا غنرجعها للكسكاس وغادا ندير لها هاد الفوره هادي باش منها تنشف ومنها غتكون طابت مزيان ونرجع لكم ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا البصله ديالي من بعد ما طابت ليا كيف كتشوفوا راه هي كتبان لكم. ودابا شديت هذاك الدجاج حاولت انني نفردته درتو قطعته طريفات صغار. ودابا غادا نخلطو مع هذيك البصله وغادا نخلطهم مزيان حتى يتعسلوا ليا مع بعضهم. ونخلي البوطه شاعله باش باش يتعسلوا ليا بجوج. بالنسبه كاين اللي كيديروا واحد كاين اللي كيبغي ما يخلطهمش كيدير غير البصله بحدها وكيدير فوق منها الدجاج. انا كنديرو بهذه الطريقه هذه يعني كل واحد والاختيار ديالو. انا كيعجبني بهذه الطريقه كنعسل حتى الدجاج حتى هو كنعسلو مع البصله. ودابا كيف ما كتشوفوا غادا نخليه حتى يغلى ليا شويه وغادا نطفي عليه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي الصفه ديالي من بعد ما فرط ليا هاد الفوره الثالثه. يعني صافي غادا نحيدو كاع يقولوا لي غير الفوره الثانيه حيت الفوره الاولى دازت والفوره الثانيه هي درتها غير بالما طيب. ودابا هنايا ها هي كتشوفوا معايا. دابا هي يعني غنحاول نقادها مزيان وغادا ندير فيها دابا شويه سنيده وشويه ديال الزبده اولا الزيت يعني اختيار ديالكم. انا صراحه كندير فيها الزبده البلديه كتجي بها غزاله. اللي بالنسبه اللي ما كياكلوش الزبده يمكن لكم انكم ديروها غير بالزيت. كيف كتشوفوا ها انا دابا درت هنايا السنيده كيف ما قلت لكم من قبل. غادا ندير فيها السنيده وغادا ندير فيها الزبده كي قلت لكم. اللي بغى يدير عفوا الزيت يدير الزيت. اللي بغى يدير السنيده كيدير السنيده. عفوا الزبده كيدير الزبده ما ديرش عليا. صافي دابا غادا نحاول نخلطها مزيان باش تكون يعني بنفس المذاق ما تكونش بلاصه حلوه وبلاصه لا. غنحاول نخلطها مزيان ما حتى باقا سخونه. وعاد ديك الساعه غادي نرجع لكم ان شاء الله باش نقدموها في الاخر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت البصله مع الدجاج ديالي تتجانسوا مع بعضهم وتعسلوا ليا مزيان كيكونوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبداو نقدموا فيها. كيف كتشوفوا درت دابا انا هنايا شويه ديال يعني سرحت الصفه هي الاولى ودرت فوق منها البصله والدجاج. وغنعاود ندير طبقه اخرى ديال الصفه وغنعاود الطبقه الثانيه ديال الدجاج والبصله. وغدا نعاود نغطيها كذلك مره اخرى بالصفه. عاد ديك الساعه غادا ندير التزيين كيبقى اختياري. بالنسبه لي انا زينت هنا قطعت عفوا طحنت اللوز والكاوكاو طحنتهم مزيان وخلطتهم مع شويه ديال السكر كلاصي والقرفه. وهنايا زوقت هنا القرفه ودرت شويه ديال الكركاع وعسلت شويه ديال العنب الابيض وحتى هو زوقت به. بالنسبه يمكن لكم انكم تذوقوها باش ما بغيتو. عندكم حق انكم ديروا فيها المشماش الاناناس البرقوق العنب الابيض التمر يعني كل واحد والاختيار ديالو. انا درت داكشي اللي موجود عندي في الدار هو اللي وجدته به. وكنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم ونتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.